السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على البشير الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. روي في الصحيحين من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني في يوم من الأيام كده العالم كله والأمم كلها هتهجم عليكم زي الحيوانات أعزكم الله أما بتهجم على قصعة فيها أكل. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا، أي الصحابة يعني، قالوا: أو نحن من قلة يومئذ يا رسول الله؟ يعني هيبقى عددنا قليل قوي؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ غثاء كغثاء السيل. عددكم كتير، مليار، 2 مليار مسلم. شوف، ولكنكم يومئذ غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لا إله إلا الله. ألم يتبين لكم بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن هذا هو الذي يحدث الآن؟ ألم يتبين لكم بالدليل القاطع والبرهان الساطع أنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه؟ ألم يتبين لكم هذا الدليل الآن واضحا جليا كوضوح الشمس في ضحاها أن هذا الذي يجري الآن هو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ وأهو كله بيتكلم على المسلمين، و22 دولة كله قاعد مترقب، ومفيش حد يعني عنده الجرأة إن هو ياخد حق المسلمين المستضعفين في الأرض، وخاصة في فلسطين. يعني هل نحن المقصود بنا غثاء كغثاء السيل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم شهادة على أعتاب المسجد الأقصى، وأن ينصر الإسلام ويعز الموحدين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يرفع اللهم راية الحق والدين، إنه ولي ذلك ومولاه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.